انا جاي لكم بالصلاه على النبي عشان حكايه الورث عايزين نقسموه. وحتى لو قسمنا الورث انا اللي هاخد الفدان اللي على الطريق. الفدان اللي على الطريق يلزمني انا في القسم. اسمع انت وهو، احنا هنعمل جرعه وكل واحد وحظه عاد. حظ ايه يا ابو حظ؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ انا اللي طول عمري شايل الارض على كتافي وتعبان وشقيان، زرع، حصيد، زقيه، حريد، يبقى انا اولى بيه. كله يقول شقيان، ما نحن كنا فين؟ كله عاوز يعبي في كروشه. امال انا كنت فين عاد في الكلام دي كله؟ اكتم يا واد، اكتم يا واد. ايه اللي بسمعه ده؟ والله انا خلفت هتقسموا في وانا عايش. ما شاء الله عليكم والله. لا العفو يا ابوي، احنا كنا نقسموا الورث عشان كل واحد يشوف مصلحه. اهو بالمره، اللي عايز يتجوز يتجوز، اللي عايز يفتح له باب مشروع يفتح له يا ابوي. ولكن بصراحه كده صحتك بالدنيا برضك. بس انا واخواتي قلنا نقسمه. طب ما اقولكم على فكره، ما تحضروا عليا احسن. قولوا ابويا مخلول، ابويا عيان مريض، واركنوني على جنب وقسموا الورث، وكل واحد زي ما انت قلت يا كبير يعمل له مصلحه، يفتح له مشروع، يتصرمح زي ما هو عايز. ما تحسبوها حسبه تاني. وليه الواحد فيكم ما يشقاش ويتعب ويعرق ويكد من دراعه ويعمل اللي هو عايزه؟ ليه يتكل على مال ابوه؟ احنا المال ده نزودوه ولا نوزعوه على بعض ونضيعوه؟ رد عليا يا كبير انت. لو كمان يا ابوي عاوزين ياخدوا الارض اللي على الطريق ما يقسموا مع بعض. دلوقتي انت بقيت عليني؟ ما انت كنت معانا برضك. لا يا ابوي العفو طبعا، اللي انت قلته كله صح. بعدين ما فيهاش حاجه الواحد لما يطلع ويجيب من دراعه. عندك حق يا ابوي. بعدين انت لسه واقف على رجلك، واحنا الثلاثه ما ينفعش اكيد يعني نقسمه من غير ما نشوروك. معاش ولا كان يا ابوي اللي يركنك على دم، ده كانت ساعة شيطان بس وكنا نتفاهموا مع بعضينا. وبعدين انت الكل وانت اللي عاملني. حقك علينا يا ابوي، ما تزعلش مننا، احنا عيالك برضه. حقك علينا وانت حقكم عليا يا اخواتي. اسمع يا ولد انت وهو، انا كنت عامل حساب لليوم ده، وعلى فكره انا كنت كاتب لكل واحد حقه، والورق عضي الايد امينه، ما تسلموش ليكم غير بعد ما نتكل على الله. ولا واحد يقول اخد على الطريق، ولا واحد يقول اخد بره، ولا واحد يقول اخد جوه، ولا ده بكتير ولا ده بقليل. كل واحد هياخد حقه بما يرضي الله، لا ده يزيد عن ده ولا ده ينقص عن ده. بس انا كنت عايزكم يا ولدي تزودوا الارض دي، تشتغلوا تتعبوا. ما انت لما تشتغل وتتعب تحافظ على المال، المال يحافظ عليه اللي شقي فيه وتعب فيه، وانتوا شقيتوا وتعبتوا فتزودوه. وما كنتش اتخيل ان يجي عليا يوم من الايام وقف قدامكم الوقفه دي وانتوا بتتخانقوا على الورث، وبالذات انت يا كبير يا اللي متابع معايا كل كبيره وصغيره. انت المفروض تعقلهم وتفهمهم. عندك حق يا ابوي، بس احنا اللي كنا مغفلين صح. وبعدين يا ابوي يعني صحتك بالدنيا، وانا عارف ان في الاخر ده كله ليني، امال هيكون لمين يعني؟ فحقك علينا يا ابوي وما تزعلش، وطول ما انت عايش الكلمة كلمتك والشهرة شهرتك، وانت اللي تقول روح يا واد وتعالى يا واد. وحتى اخواتي برضك حيسمعوا كلامك. فحقك عليه يا ابوي وما تزعلش، احنا يمكن عملنا غلطة بس ندمانين عليه. حقك عليه يا ابوي، تزعلش يا ابوي. على ابوي انت صحتك بالدنيا يا ابوي. ده الاب عمره ما يتعوض، الاب هو السند في الحياه.
هو السند، هو اللي كبرنا وعلمني وخلانا رجالي، ووقف معانا في الكبيرة والصغيرة. نجوا دلوع نفرطوا فيه؟ لا يا ابوي لا، ما فيكش تفرط يا ابوي، ولا دايم اراضي ولا دايم فلوس ولا اي حاجه، ما دايم الا وجه الله سبحانه وتعالى بس يا ابوي. فما تسعش وحقك علينا. ربنا يخليك لينا يا ابوي.